السلام عليكم. اليوم إن شاء الله راح نعمل الكعك. إذا كنتم متأخرين زي حالاتي وعملتوا الكعك آخر يومين، فهاي الطريقة كتير سريعة وكتير بسيطة سهلة، وراح تقدروا تعملوها بكل سهولة، ما راح تعوزوا لا تبسوا سميد ولا تجهزوه قبل بيوم يومين. يعني بس بتحطوا المكونات 5 دقايق بتكون عندكم خلطة الطحين جاهزة للكعك والمعمول. طرية كتير بتدوب بالتم، ريحتها بتشهي عبة البيت، كتير طيبة وكتير زاكي، أنا بعتمدها من زمان. فيعني هي وصفة كتير سهلة، بأي وقت بيجي على بالك تعملي كعك بالتمر أو بالمكسرات اعتمدي هاي الطريقة. فيها مكونات شوية مش معتادة أنت يمكن عليها، رح نحط فيها لبن ورح نحط فيها ليمون، بس النتيجة رح تكون كتير كتير زاكية وكتير رح تعجبكم إن شاء الله، وكتير سهلة. وبأي وقت بتقومي بيجي على بالك تعملي الكعك بتقومي بتطبيها وبتعملي كعكاتك أي وقت، مادام عندك التمر أو المكسرات. يعني بينفع تحشيها بتمر وبينفع تحشيها بالمكسرات. وفي أنا كمان عملت شوي طريقة الكعك الفلسطيني، كنت عملت لكم إياها بفيديو قبل هيك، راح أحط لكم إن شاء الله رابط الفيديو للكعك الأساور الفلسطيني آه، تحت الفيديو هذا. أما هاي الطريقة فهي طريقة بطحين وسميد سريعة وسهلة كتير إن شاء الله راح تعجبكم. يعني من أروع الوصفات اللي أنا بعتمدها من سنين. راح أحط لكم طبعا كل المكونات بصندوق الوصف. هون حطيت 4 أصابع من الزبدة بحرارة الغرفة، ضروري يكون بحرارة الغرفة دايما الزبدة، بس ما تسيحوها بالميكروويف. إذا سيحتوها أنتوا على النار أو بالميكروويف راح تخرب معكم الوصفة. لازم تكون الزبدة طرية بحرارة الغرفة. حطيت هون أنا عندي 4 أصابع، خلطتهم شوي بالخفاء أو بتقدري بالسباتشولا. وهلأ بلش أضيف المكونات التانية. علبة لبن صغيرة، أنا حطيت يعني مقدار كوب معياري، أو إذا عندكم العلبة الصغيرة مقدارها هي علبة صغيرة. وحطيت عصير ليمونة كبيرة، ليمونة صفرة كبيرة، وربع كوب سكر، ونص كوب زيت ذرة، وخفقتهم كلهم مع بعض. تقدر تخفقيهم بمحضرة الطعام بالخفاقة بإيدك، كله بيصير عبين ما يصير معك القوام مثل هيك تقريبا زي الكريم ما بيصير معك القوام. هاي هي كل المكونات اللي للخلطة الأساسية. وإحنا ما بنعوز لا نعجن لا بمي دافية ولا بإشي، هي مكونات تيجي في بعضها. وعندنا هنا كيلو طحين، كيلو بالضبط، حطيت عليه معلقة صغيرة بايكربونات الصوديوم. ما بنعوز لا خميرة ولا بيكنج باودر. ضفت الكربونات على الطحين، وبعدين بضيف الخليط اللي أنا خلطته. هاي المقدارين بيجوا مع بعض، ما بتعوز تضيف أي سوائل تانية. طبعا ما تنسي دقة الكعك، أنا هون بعملها بالبيت. كل معلقتين شومر معهم معلقتين ينسون، معلقة صغيرة محلب، ونص معلقة مستكة، وشوية سكر، وبطحنهم كلهم بالمطحنة. هاي هي دقة الكعك عندي. حطيت 3 معالق كبار على الخلطة، وهون بعجن كل المقدار مع بعضه. الخليط بيجي كله يعني خلص كافي، ما بتعوز تضيفي أي إشي. هون خلصت تعجينهم في بعض، وهي قوام العجين. شوفوا ما أحلاها. إذا حسيتي حالك بحاجة، وعلى الأغلب إنه أنت ما بتعوزي، إذا حسيتي حاجة إنك بحاجة لشوية العجينة معك ناشفة، أو الطحين اللي عندك نوعيته شربت كتير السوائل، ممكن تضيفي كمان شوية زيت. بس دايما أنا بيطلع معي العيار يعني ممتاز. كيلو طحين هاي مقاديره، وراح أرجع أكتب لكم إياها بصندوق الوصف تحت علشان تضلها معاكم. وهون بلشت أشكل فيهم، بلشت أعمل كرات العجين، وأحط كرات التمر. طبعا التمر زي ما هو معروف بنضيف عليه معلقتين سمنة، رشة قرفة، إذا بتحبي أنت تضيفي عليه دقة كعك كمان، يعني هاي الشغلة اختيارية. وبلشت أكبس فيهم بالقالب اللي عندي. عملت عدة أشكال، أنا عملت أشكال متنوعة، استخدمت هذا القالب، عملت بالطريقة اليدوية اللي زي الكعك الأساور، استخدمت هذا القالب برضو كتير حلو. التعامل معها كتير سهل وكتير طرية العجينة. خلاص بنبلش نشكل ونجهز فيهم.
هون أنا بحط بلاستيكة أو بلاستيك راب علشان ما يلزق بالقالب ويغلبني وأنا أنزل فيها. دايما اعتمدي حطي بلاستيك راب بأي قالب بغلبك بتصير بكل سهولة ينزل معاكي. وهون حشيت الكرة بالتمر وبسويها بإيدي هيك شوي وخزقتها من النص وبنكشها بالمناش تبع الكعك. يعني طرق متعددة للكعك، انتي شو بتحبي أي طريقة تنكشيهم، أو انتي تتركيهم سادة تعمليهم زي الأساور الفلسطيني تعمليهم بالقوالب مثل ما انتي بتحبي. هون عملت لكم يعني تشكيلة عدة موديلات، شوفوا انتو شو بتحبوا واعملوهم. هاي بالقالب، هذا القالب كتير حلو، فيه عدة أشكال، فيه حوالي 8 أشكال. أنا بحب هذا الشكل. برضو بخزوها بالنص، كتير سهل استخدامه. يعني بتعملي إذا بدك تعملي كل الكمية فيه بتاخدش معاكي عملهم بعد ما تحشيهم بكرات التمر جوا العجين، بتاخدش معاكي 5 دقايق. هذا القالب كمان كتير حلو شكله بيطلع. هون خلصنا كل الكمية، عملت عدة أشكال. هلأ بكون محمية الفرن. يفضل إنك تعملي تحمريهم من فوق بالأول، بتشغلي الشواي تحمريهم علشان تحافظي على الشكل، لأنهم راح ينفشوا معاكي شوي. وخليهم بعاد عن بعض، ما تقربيهم على بعض لأنه الحجم بيكبر. خبزتهم بالفرن بياخدوا حوالي 8-9 دقايق تحمير، ومن تحت كمان 10 دقايق. ترجعي تشغلي الفرن عليهم من تحت 10 دقايق، وهي النتيجة. شوفي ما أحلاهم. هاي كل الأشكال اللي عملتها أنا. وفي على الجنب كمان عملت مقدار تاني كعك الأساور الفلسطيني. راح أحط لكم رابط الفيديو لأن أنا كنت منزلته من قبل. راح أحط لكم رابط الفيديو تحت بصندوق الوصف عشان تعملوه، يعني للي بيحبوا يعملوا كعك الأساور الفلسطيني اللي بزيت الزيتون والزبدة. وطبعا احنا ما نسينا تبعون الكيتو أو مرضى السكري وحساسية الجلوتين. أنا عاملة فيديو قبل هيك لكعك العيد الكيتو دايت ومرضى السكري، فرح أحط لكم برضو الرابط تبعه بصندوق الوصف ترجعوا له وتتفرجوا عليه. وهيك كعكاتنا العيد كتير زاكين وبدوب بالتم. إن شاء الله إنكم تطبقوا الوصفة وتعجبكم. وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي، ونشوفكم بحلقة تانية إن شاء الله. باي.